ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده. نبدا الفيديو بتاعنا بحمد الله والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى بنجهز لاول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طلعت الصلصه بتاعتي وصلصه المحشي اللي ماما عملتها لي، وده بقى المحشي يا جماعه. هنعمل اول يوم ان شاء الله محشي كروم، وهلفه معاكم. احنا طبعا عاملين الصلصه مع بعض والتفريزات الكرنب مع بعض وكل حاجه عملناها مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت بقى. بس دلوقتي بقى هسيب الصلصة تفك. كان معايا مشوار رحت عملته ورجعت كانت فكت. حطيت هنا صلصة وحطيت معلقتين صلصة عادية عشان حسيتها محتاجة تبقى حمرا اكتر من كده، وحبة زيت وهدفيها على النار. وبعد ما تبرد يا جماعة ابتدي اجهز الرز بتاعي. حطيت هنا ملح وكزبرة وكمون وحتة شطة. هو انا الحقيقة بحط شطة اكتر من كده، بس حاليا دلوقتي ما ينفعش احط شطة كتير. وعلى فكرة كان بارد، يعني ما كأن مفهوش شطة اصلا، بس كان طعمه حلو. هحط كده الصلصة هنا على الرز ومش هحطه كله، هقلب واشوف. بس انا في الاخر احتاجت الكمية كلها يعني. ادي يا جماعة لونه حلو بالنسبة لي كده، اخدت كمية الصلصة كلها. واخد واطلع بقى اقعد كده في الصالة بتاعتي وابتدي احشي. هحشي معاكم اول صباع واكمل الباقي، عشان أنا بصراحة بحب الف بايديا الاتنين. بس كده ادي اول صباع خلص. وهو خلصنا الطبق بتاعنا كله. وفضل كمان حبة رز مش عارفة هعمل بيهم ايه لسه. وبحب اسوي المحشي في حلة ألمنيوم، بصراحة بحسها بتطلع طعم المحشي احلى. شوفوا قولولي هو فعلا كده ولا انا بس اللي بحب اسويه في حلة ألمنيوم وكده وبحس طعمه بيبقى احلى فيها. رصيت هنا الورق بتاعي اللي انا قطعته تحت تحت في الصينية، وحطيت فوقيه الكرنب وهشيله في التلاجة. يا جماعة دي كلها تجهيزات قبل بيوم. وده عصب الكرنب، احنا بنحب ناكله قوي. بصراحة اختي علمتني اكله يعني، قالت لي كانت تحطه كده من فوق على الصينية في فوق الكرنب ويستوي. طعمه بيبقى حلو قوي، بيبقى مسكر كده يا جماعة. نجهز دلوقتي، هنعمل حتة صينية بامية بالفراخ تحفة، هتاكلوا صوابعكم وراها رغم البساطة بتاعتها، بس بجد طعمها تحفة. عندي هنا بصل وتوم، هحط له كزبرة وملح وكمون وبابريكا وفلفل اسود وبهارات فراخ وعصير ليمونة وحبة زيت وحبة زيت، واقلبهم كده مع بعض وادعك بيهم الفراخ حلوة قوي. وبرضو الخطوة دي بعملها قبلها بيوم يا جماعة، لو مستعجلين ممكن قبلها بساعة يعني عادي مش مشكلة. هنا كنت نسيت ما احط البهارات بتاعة الفراخ، هجيبها واحطها اهي يا جماعة. هحط معلقة بهارات فراخ. عايزة اقول لكم ان ريحة البامية كانت تحفة من هي وبتستوي. ادي يا جماعة الفراخ بتاعتي انا مفتحاها كده عشان احشيها بالبصل ده والتتبيلة تدخل جواها كلها. وهغطيها برول استرتش وادخلها التلاجة لتاني يوم. النهاردة تاني يوم بقى، اول يوم رمضان. اكمل بقى وصفاتي. حطيت هنا بصل وثوم كزبرة وكمون وملح وفلفل اسود وفلفل اخضر بارد وحامي، والبامية بتاعتي المتفرزة، وحطيت عليها حبة زيت، وكمان هضيف لها عصير ليمونة. وهقلب كل المكونات دي مع بعض. كمان هضيف لها عصير طماطم، يعني طماطم مضروبة في الخلاط عادية، ولو حابين تحطوها متقطعة حطوها متقطعة عادي. قلبهم حلو كده مع بعض.
وهحط بقى الفراخ بتاعتي على الوش. بس كده يا جماعة، وهغطيها بفويل، ورق ألمنيوم. ممكن لو حابين تضيفوا حبة، انا بضيف حبة صلصة دلوقتي كمان على الفراخ، ولو حابين تغطوها بورق زبدة وبعدين ورق فويل براحتكم. وهفتح الورق بتاعي عشان البخار يطلع منه ما يتحبس جواه وكده. كام فتحة كده بس بالسكينة صغيرة، وهدخلها فرن سخنة. هنا بعد ما استوت ورفعت منها الفويل، وهرجعها بقى تاخد لون. كده المحشي بتاعي استوى، كان طعمه تحفة. ودي البامية بعد ما اخدت لون. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وهستنى تعليقاتكم الحلوة تحت الفيديو. وكل سنة وانتوا طيبين. سلام.